الفترة اللي فاتت الدنيا اتقلبت على خبر انضمام مصر لتحالف بريكس، وكان خبر هز كراسي الاقتصاد العالمية، وهو إن مجموعة البريكس أعلنت رسميا انضمام مصر ليها. وده أهم خبر حصل لنا خلال السنة دي على الصعيد الاقتصادي. لكن في أسئلة كتير جدا في الصدد ده، زي مثلا هل انضمام مصر لمجموعة البريكس هيكون نعمة ووش جديد على الاقتصاد المصري، ولا هتكون مش في صالحنا؟ كتير شايفين إنها فرصة كويسة جدا، ولازم إن الإدارة المصرية تستغلها كويس أوي. وسط ده كله الناس كانت عايزة تفهم يا ترى انضمام مصر للتحالف ده هيكون نعمة وهيعود علينا بالنفع ولا لأ؟ طب يا ترى إيه هي القيود اللي اتفرضت على مصر؟ ما هو مفيش حاجة كده ببلاش. حضرتك الموضوع كبير، والنظام التجاري البريكس هيتغير كله، وده مع بداية السنة الجديدة في يناير اللي جاي. بس الغريب برضه هنا اشمعنى البريكس ضمت مصر ورفضت الجزائر والمغرب؟ وكمان يا ترى مصر هتستفيد ايه من التحالف ده؟ وايه اللي هيعود عليها؟ وهل فعلا قناة السويس هتشتغل بعملات دول تحالف بريكس زي الروبل والروبية واليوان وغيرهم؟ أسئلة كتير بتدور على بالك وبالنا كلنا. فتعال ندردش مع بعض ونعرف ايه هي الحكاية. عايزك تعرف اننا مش بس بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا. أنا أخوكم محمد فرج، كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نسأل سؤال مهم: تحالف بريكس نعمة ولا نقمة؟ تعال أقول لك. البريكس في عالم الاقتصاد بيعتبر مجموعة من أقوى المنظمات الاقتصادية الدولية، لأن الدول المؤسسة بتقرر أن هي تدعم الاقتصاديات الناشئة. والانضمام لبريكس هيكون بوابة الجحيم على الدولة اللي ما تحسبش حساباتها كويس، لكن اللي يصنع ويزرع ويهتم بتطوير اقتصاده. البريكس هنا هيكون ليه فرصة ومنحة كويسة جدا، لأنه تحالف اقتصادي قوي جدا وبيهتم بتشجيع موارد الدول. فكان من الطبيعي إن مصر تنضم ليه، خصوصا إن مصر توجه لها دعوة للانضمام كذا مرة ورفضت لسبب غريب جدا، وهو شوية جمارك مش عايزين نتنازل عنهم. وللأسف بسبب رفض مصر للانضمام خسرنا مصالح كانت ممكن نستفاد منها لو كنا انضمينا للتحالف ده، وده في العصر البائد اللي مش عايزين نجيب سيرته ولا نعرف عنه حاجة إلا بس عشان نخدم موضوع حكاية مجموعة البريكس. هيجي حد يقول لي طب يا عم فرج عمالين تقولوا بريكس بريكس، هو إيه حكايته أصلا؟ وليه مهم كده للدول الناشئة وغيرها؟ هقول لك. بص يا ريس، البريكس حكايته كانت من سنة 2000، كانت مجرد ورقة نشرها بنك جولدن مان ساكس، واللي ناقش ساعتها أوضاع الدول اللي قايمة واقتصادها اللي لسه ناشئ، أو بمعنى أوضح الدول اللي اقتصادها ناوي يكون ليه مستقبل. وخرجت في 2009. وصل إجمالي الناتج القومي للدول دي ساعتها 20 تريليون دولار، يعني 25% من الناتج القومي العالمي. وبانضمام الست دول هيوصل حجم الناتج ل 30 تريليون دولار. المجموعة دي شاطرة في إنها بتسعى إن هي تطور من نفسها وتوسع في نشاط الدول الأعضاء. في 2015 بريكس قرر إن هم يكونوا ليهم بنك، وهو بنك التنمية، وده بنك مهم قوي للدول الأعضاء في الاتحاد، وبيسعى لدعم التبادل التجاري بين الدول في البريكس. ومن ساعتها وهم بيطوروا من نفسهم وبيتوسعوا. عرفت بقى المجموعة دي ليه مهمة قوي كده؟ لأن هي بتخدم على بعض بالمعنى البلدي. اشمعنى مجموعة البريكس قبلت مصر؟ عشان مصر اقتصادها قوي يا ريس. أنا شايفك دلوقتي يمكن بتضحك وبتقول مين دول اللي اقتصادهم كويس؟ أقول لك إحنا كمواطنين بنحسب الاقتصاد قوي ولا لأ بإن معانا كام في جيوبنا نقدر نشتري بيه إيه. جيبك مليان وزي الفل يبقى الدولة اقتصادها مية مية وزي الفل، جبنا فاضي يبقى الدولة دي ما عندهاش اقتصاد. لكن الحقيقة إن عالم الاقتصاد أكبر من الحسابات دي كلها. والبريكس قبل مصر لأنها قدمت مشروعات من البنية التحتية ظهرت فيها نفسها على خريطة الاستثمار العالمي على إن هي دولة صعبة وعندها قوة اقتصادية واستثمارية عالية، غير الممرات اللوجستية والمواني اللي شغلناها. ده لفت نظر البريكس. مصر عندها قوة اقتصادية، ده هم اللي قالوه مش إحنا. مشكلتها كلها إن هي عندها بس مشاكل في التمويل. لكن البريكس محطة مهمة لينا، وهيجي المستثمر اللي يستثمر عندنا، لأن باختصار سوقك مربح وجاذب للاستثمار، وعندك قناة السويس ومشاريع السكك الحديد وغيرها كتير. يعني عندك سوق تجاري محترم
يا ترى بقى قناة السويس هتشتغل بعملات البريكس؟ خليني أقول لك في 2018 الصين اتفاوضت على الكلام ده، ولما صندوق النقد الدولي أدركها كعملة رسمية في سلة حقوق السحب واللي خاصة بالصندوق ده، مصر اعتمدتها إن هي تكون عملة رسمية في النظام الحسابي باسم الوحدات. لكن حاليا العملات المقبولة في نظام السحب هي الدولار الأمريكي طبعا، واليورو والدولار الكندي والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري واليوان الصيني. لكن بالنسبة للعملة الروسية والهندية وباقي عملات البريكس الكلام ده لسه بدري عليه. السؤال كمان لسه بدري عليه شويتين، لكن وارد يحصل. وارد، ليه لأ؟ لكن امتى؟ الله أعلم. البريكس ليه بقى رفض دولة زي الجزائر؟ الحكومة الجزائرية أعلنت إنها تقدمت لعضوية تحالف البريكس ودفعت الرسوم المقررة لده لبنك التنمية. لكن في مشكلة هنا، إن اقتصاد الجزائر لسه اقتصاد ريعي، كمان عندهم عجز كبير في البنية التحتية، وبريكس هنا بيعتمد على التوازنات والقوة في الاقتصاد. لكن الفترة الجاية هيكون في علاقة بين الجزائر والمغرب برعاية الصين، وهيتحقق مكاسب خيالية من التعاون ده، وده شرط عشان تنضم الدولتين لبريكس. والصين قالت إن هي هتتحمل المسؤولية دي. يعني نقدر نقول إن الجزائر ما اترفضتش بشكل قطعي، لكن قبولها اتأجل لفترة قادمة. بريكس بقى هتغير نظامها التجاري في 2024، يا ترى هيكون إيه؟ بريكس هتفرض بنود قانونية جديدة مع بداية السنة، وانت كعضو من أعضاء التحالف ده مطالب بإنك تطبقها على نظامك التجاري كدولة. يعني هتغير قانونك وعشان يناسب سياسة بريكس اقتصادية، وده زي نوع من تقوية العلاقات. كمان مصر هتكون فريق اقتصادي للمجموعة. الآلية دي هتكون في إن الفريق هيشوف فرص بريكس وينسقها مع الحكومة المصرية. يعني من الآخر هيكون فريق اصطياد الفرص ويسهل فرص المستثمرين إن هم يدخلوا للسوق المصري. بس لازم نعرف إن بريكس دعم للاقتصاد، ورقة إنقاذ لكن مش ضمان، وممكن ما يفيدش اقتصاد مصر لو أهملنا الصناعة والزراعة، لأن دول البريكس عطشانة للتنمية وعايزة يكون ليها أسواق وعائدات. لو مصر محققتش ده هتتحول من تبعية الغرب للشرق، وعشان كده مصر هتبذل كل جهدها عشان تستفيد من انضمامها للتحالف ده، وكمان عشان تستفيد من العملات الأجنبية عشان تسد فجوتها التمويلية. يعني من الآخر إحنا داخلين على تنمية، وتنمية حلوة جدا هنقدر من خلالها إننا ننمي ونشجع على الصناعة والزراعة علشان ناخد أكبر عائد ممكن من التحالف ده، ونطور في السنين اللي جاية اقتصادنا على كافة الأصعدة. مصر هتاخد إيه بقى من التحالف ده وهتدفع إيه؟ كلنا عارفين إن مصر مشكلتها العملة الأجنبية، وانضمت لتحالف البريكس عشان تاخد قروض من بنك التنمية بفايدة قليلة ومن غير شروط كتيرة. ودي بقى ميزة لدول أعضاء البريكس، ومصر مش من مصلحتها إن هي تعادي الغرب والولايات المتحدة ولا الصين ولا الهند في الاقتصاد. الاقتصاد عبارة عن حرب، اللي مستخبي فيها هو اللي بيكسب، وإحنا عايزين نكسب من ناحيتين. وكمان التحالف هيحل مشكلة النقد الأجنبي في مصر حتى ولو بشكل جزئي. كمان بنك التنمية هيمول مشروعات البنية التحتية بشكل كبير، فمصر هتستفيد من صراع الشرق مع الغرب، وده في إنها تعرف تبني اقتصادها وتستغل الفرص. كمان هتتعامل مع دول البريكس بعملتها، وده ميزة مهمة قوي. أو من ناحية تانية بنظام المقايضة، هتديني قمح تاخد قصاده رز وهكذا، وده هيخفف من رعب وأفورة الدولار شوية. كمان هتستفيد من كم الاستثمارات الكبير من الصين والهند، وده هيحل مشكلة العملة الأجنبية عن مصر، ده غير الإعفاءات الجمركية الكبيرة بين أعضاء التحالف. لكن هتقدم حوافز ضريبية وامتيازات للدول الأعضاء معاك. بريكس فرصة كويسة، لكن زي ما قلت لك مش ضمان هنحس بنتائجه لو فضلنا نشتغل وما أهملناش اقتصادنا. واحنا اللي في ايدينا هيكون التحالف ده نعمة نحمد ربنا عليها، ولا نقمة نستعيذ منها لا قدر الله. احنا قادرين ان احنا نطور وعارفين كويس مسارات التنمية، وبنتخذ خطوات ايجابية علشان نروح في المكان اللي مصر فعلا تستحق. احنا كده خلصنا. قولنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد منكم. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في اللايك والدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف خير.